للاسف الشديد الدراما المصريه احنا لما بننتقدها وبيزعلوا، بس بنقول لهم يعني انتوا مثلا فكرتوا تعملوا 3 افلام عن اهم 3 راقصات في تاريخ مصر: بامبا كشر، وفيفاء القبطيه، وبديعه مصابني. اتعمل عنهم 3 افلام، اخرجهم المخرج حسن الامام. 3 افلام. الراقصه تحية كاريوكا اتعمل عنها مسلسل 30 حلقه عن تحية كاريوكا. المهرج اسماعيل ياسين اتعمل عنه مسلسل 30 حلقه. اتعمل طبعا عن عبد الحليم، وعن سعاد حسني، وعن ام كلثوم. ماشي يعني، بس يعني اللي يخلينا نعمل ده رايا وسكينه دول 2 سفاحين. اتعمل عنهم مسرحيه، ويمكن في فيلمين او حاجه، ومسلسل 30 حلقه عن رايا وسكينه. تخيل. بينما مثلا تاريخ مصر بكر، ما حدش جه جنبه. هو لما بيفكروا يعملوا حاجه عن التاريخ بيعملوها بشكل مشوه كده، يعني مش بيهتموش اصلا ان هم يقولوا فين الحقيقه وفين التاريخ وفين الخيال وفين الفانتازيه. يعني مش مهتمين حتى يقولوا للناس ان مش دي ان العمل ده لا يشمل الحقائق، بل يشمل خيال المؤلف، وده من الامانه. يعني انت لما تيجي تعمل فيلم مثلا زي المصير عن ابن رشد، يعني اللي انت عملته ده مش ابن رشد طبعا. اولا يعني اللي عمله يوسف شاهين ده مش ابن رشد، ولا دي قصه ابن رشد، ولا ليها علاقه بابن رشد. كل الهقص اللي عمله ده ولا ليه علاقه خالص بالاندلس، ولا قصه ابن رشد، ولا ابن رشد، ولا كلام فارغ. ده فيلم كلام فارغ، معمول طبعا للجمهور بتاعه في فرنسا، ومش ما بيعملش حاجه للجمهور المصري. هو ده بيعمل افلام اصلا موجهه للمتفرج الفرنسي، هو ده اللي بيدفع له التذكره. انما افلامه في مصر بتفشل، وهو نفسه قال كده. هو نفسه قال كده، قال افلامي كلها بتفشل. بس بيقول بقى ايه، بيبرر الحجه دي ايه، اصلها ما تتفهمش، انتوا ما بتفهموهاش، انتوا حمير. يعني احنا الشعب المصري حمير ما بنفهمش افلامه. اصل الواد اينشتاين يعني، مش هنفهم افلامه. افلامك تافهه وهايفه وهبله، وكلها اكاذيب وتلفيقات، واصلا معموله للجمهور الفرنسي. ادي كل الحكايه. طيب، في تاريخنا بكر ما حدش جه جنبه يعني. حتى محمد علي مثلا، محمد علي مش هقول لك يا عم يكتب لي يعمل لي يعني. احمد عرابي اتعمل عنه فيلم؟ لا. سعد زغلول اتعمل عنه فيلم؟ لا. محمد علي اتعمل عنه فيلم؟ لا. اتعمل عنه مسلسل؟ لا. يعني كان في مشروع يتعمل مسلسل عن محمد علي، كان هيعمله يحيى الفخراني، ما اتعملش. تم غض الطرف عنه. ليه؟ انا ما اعرفش، بس انا استنتاجي ان هو ما دام هيتناول حاجات سياسيه خاصه بالحكام، فما تجيبهاش، لان ممكن يكون فيها تلميحات على الحاكم الحالي. سواء بقى الحاكم الحالي ده كان عبد الناصر، كان السادات، كان مبارك، كان يعني ما هيبقى فيه تلميحات. مش عايزين هم الحاكم الحالي حد يقرب منه ولو بتلميح. فيقول لك لا لا، ما تعملش اي حاجه عن اي حاكم في مصر، اي حاكم. حتى رمسيس الثاني ما احمس، تحتمس، امنمحات، اخناتون. حتى كان بقى في مشروع لفيلم عن اخناتون، كان هيعمله المخرج اللي هو توفى ده، اللي عمل فيلم الموميا، شادي عبد السلام. كان هيعمل فيلم عن اخناتون، منع. ما عملش الفيلم ليه؟ لان فيلم عن الحكام. هم ممنوع تعمل حاجه عن حياه الحكام يعني. في زي كده ممنوع تظهر الانبياء في السينما او في الدراما. ممنوع تظهر الحكام في مصر آلهة. ما ينفعش تجيب سيرتهم يعني. هل اتعمل فيلم عن مثلا او مسلسل عن الخديوي اسماعيل؟ مع انه راجل مهم جدا في تاريخ مصر، مهم جدا، بسيئاته بحسناته، ده مهم جدا. هل اتعمل حاجه عن كده؟ لا، ما اتعملش. مفيش اي حاجه اتعملت عن اي حاكم مصري. هات لي كده، اتحدى عمل درامي اتعمل عن حاكم مصري. مصر مصر اللي هي عمرها 7000 سنه ولا 5000 سنه، وفيها الاف الحكام. مفيش حاكم واحد كده. مينا موحد القطرين، هل في حد فكر يعمل عنه فيلم عن مينا موحد القطرين؟ هل حد فكر يعمل فيلم عن حتشبسوت، عن كليوباترا؟ اذا كان الانجليز عملوا مسرحيه بتاعت شكسبير عن كليوباترا، وعملوا افلام عن الامريكان، عملوا افلام عن كليوباترا. احنا بقى اللي هي كانت حاكمه مصر، ما عملناش فيلم عن كليوباترا. عملنا فيلم عن شجره الدر؟ لا.
عملنا فيلم، لا لا لا، ليه بقى؟ عملنا فيلم عن قطز، عن بيبرس، عملنا فيلم عن الحكام محمد بن قلاوون، عملنا فيلم عن محمد بن قلاوون اللي قضى على الصليبيين والتتار، جاب دابيرهم من الاخر كده. محمد بن قلاوون، حد كانت تتكلم عملنا فيلم عن الجبرتي او مسلسل عن الجبرتي. يعني عملنا مسلسلات عن طوب الارض، عن كل الحثالات اللي في البشريه. الحثالات كده كلها عملنا عنها مسلسلات، الحثالات. عملنا مسلسل عن الجبرتي؟ في حد كتب عن الجبرتي؟ لا. حد عمل عن مسلسل عن عبد الله بن النديم؟ لا. محدش عمل حاجه خالص في الحاجات دي. حد اتعمل في فيلم واحد عن مصطفى كامل، وهو لان هو ما مسكش الحكم، يعني ادي كل الحكايه. وما قامتش في عهده ثوره، ما هو لو عمل فيلم عن سعد زغلول لازم يجيب الثوره ومشاهد الثوره. لا يا عم، انت هتجيب لنا مشاهد الثوره؟ مش عايزين. اتعمل فيلم في غفله من الزمان عن مصطفى كامل، لكن ما بس كده، ما مسكش الحكم مصطفى كامل ولا كان مسؤول عن حاجه، ومات بدري. يعني مات بسرعه كده، فيلا مع السلامه. ف دي هي فضيحه الدراما المصريه. ان هي سايبه تاريخ مصر، ما بتمدش ايديها ليه، يعني بينما العالم بيكتب عنه وبيتكلم عنه، احنا حد فكر يعمل فيلم عن اخناتون، عن اخناتون، ما انا بتكلم عن اخناتون، عن خوفو مثلا وبناء الاهرام. يعني انا واحد كان كنت بيتكلم دلوقتي معايا في البث، بيقول لي ان الاهرام مش عارف فيها طاقه ومش فيها ايه. طبعا كده الكلام مش صحيح، مفيش حاجه اسمها طاقه. الطاقه دي يعني لازم تكون يا حراره يا اشعاع يا فوتونات يا حاجه. فين الاهرام؟ ما طلعش حاجه خالص. طاقه ايه اللي هطلعها؟ فين الطاقه دي؟ ان شاء الله بقى لها 7000 سنه، طلعت طاقه فين؟ مفيش طاقه. الاهرامات دي قصتها ببساطه دي قصه يعني تدخل تحت بند الاقتصاد السياسي. ان في 4 شهور في السنه كان فيهم فيضان، الفلاحين بيبقوا قاعدين في البيت ما بيعملوش حاجه، الارض متغطيه ميه ما يقدرش يزرع حاجه. فالفلاح عايز يشتغل في ال4 شهور دول اي حاجه يشتغلهم عشان ياكل ويشرب. بالذات لما كانش فيه نقود، مصر القديمه ما كانش فيها نقود، مصر ما عرفتش الفلوس. الفلاحين كانوا بيدفعوا الضريبه للفرعون من المحاصيل بتاعتهم، ياخد نسبه من المحصول. عشان كده كان عندهم خزائن الارض، حتى بالتعبير القراني خزائن الارض، لان كان بياخد منهم الضرايب جزء من المحصول وكان بيخزنها. عشان كده سيدنا يوسف حل مشكله مصر ازاي؟ نفسي افهم. يعني هو جاب القمح اللي عند الفلاحين؟ لا. ده القمح اللي عند الفرعون، اللي عند الحاكم، اللي كان بياخده كضريبه من الفلاحين. الفلاح كان بقيه القمح بياكله او بيستبدل جزء منه بحاجات تانية. يعني الفلاح مثلا بينتج مثلا 10 شوال، ارضه بتجيب له 10 شويلة قمح، افرض يعني، بيدفع منهم للفرعون شوالين مثلا او 3، وهو يبقى له 7 شوال، بياكل طول السنه من 5 شوالة، وشوالين بيروح السوق ياخد شويه قمح ويبدلهم، يجيب بدلهم فرخه، يجيب بدلهم ذره، يجيب بدلهم فاكهه، يجيب بدلهم كده تبادل. فما يجي السنه الجديده عليه ما عندوش حاجه، يمكن عنده حاجات بسيطه كده لكن ال3 شويلة بقى اللي راحوا للفرعون بقى، شوف بقى في كام مليون فلاح، فعنده مخازن مليانه قمح. عشان كده سيدنا في يوسف لما حل المشكله حلها من خزائن الارض، اللي هي الخزائن اللي بتستقبل الضرائب اللي من الارض اللي بيزرعها الفلاحين. كويس؟ طيب، يبقى الفلاح ما عندوش فلوس يصرف منها، ال4 شهور دول هياكل منين؟ ممكن يكون باقي عنده شويه قمح بس مش هيكفوه ال4 شهور، بيلجأ بقى انه ياكل سمك من اللي هما بيصطاد سمك من اللي هو في الميه اللي في الارض، بتديله جزء ويصطاد سمك دوت، وبعدين لما الميه تجف بياخد بقيه السمك ده يعملوا فسيخ ويعملوا ملوحه ويعملوا مش عارف ايه سردين وحاجات زي كده. طيب، الفرعون هنا واجه مشكله، قال لك ان انا لو ال4 شهور دول سبت الفلاحين كده ما عندهمش اي موارد، طب ما هيعملوا عليها ثوره، هيعملوا عليها مشكله، وانا عندي القمح كتير في المخازن. طب بس هديهم القمح اللي انا خدته منهم ضريبه؟ مش معقول ارجع لهم اللي هم دفعوه. يبقى انا بقى، لا، هو طبعا اتصرف منه. فبيقول لك طيب ما انا اشغلهم بالقمح ده، زي ما جت في فيلم البدايه، اللي عارف فيلم البدايه اللي هو فيلم البدايه بتاع
احمد زكي ويسرى وجميل راتب واخراج صلاح ابو سيف. ان هو كان بيشغل اهل الجماعه اللي في الواحه دول، بيشغلهم في ان هم بيجمعوا له التمر من النخيل. لما المخازن اتملت، قال لهم خلاص مش عايز تاني، ما تجمعوش تاني تمر. الله، بس احنا الجمع ده بيجيب لنا مرتب، احنا بناخد مرتب منك على جمع التمر ده. فقال لك ايه، واحد قال له ايه، طب شغلهم اي حاجه واديهم تمر مقابل الشغل. ماشي، تعالى انت هويلي عشان الدنيا حر، تعالى انت اعمل لي احلق لي شعري واحلق لي داني، تعالى انت اغسلي لي هدومي، تعالى انت وضبي لي البيت، تعالى انت اعمل لي مش عارف ايه، تعالى انت اطبخ لي، وهكذا. فبقى يديهم من المخزون. فالفلاح، فالملك الحاكم يعني في مصر القديمه، فكان يقول لك طيب نشغلهم بالبتاع. طب هيشغلهم في ايه؟ يعملوا ايه في الوقت ده؟ مفيش صناعه، مفيش اي حاجه، هيشغلهم في ايه؟ يشغلهم بقى في ايه؟ في ريحه التماثيل. عشان كده تلاقي مهرجان التماثيل اللي عندنا حاجه مش معقوله، يعني تحس ان الفراعنه دول كانوا قاعدين مش فاضي، ما وراهمش حاجه غير ناحيه التماثيل. مفيش اي حضاره كده ابدا. وبعدين الاهرام والمعابد ايه ده؟ هو الشعب ده كان فاضي؟ نفسي افهم ايه كل ايه ده، ايه الاهرامات دي كلها وايه ده؟ ده في فوق ال 100 هرم في مصر. ايه ده؟ هو دي توضح لك بقى ان هم كانوا فاضيين فعلا. عندهم 4 شهور فيضان، عندهم 4 شهور فيضان. فكانوا الفرعون بيشغلهم ال4 شهور دول، ويديهم اكل ياكلوا وياخدوا لاولادهم، يعني مقابل ان هم يعملوا له الايه الحاجات بقى اللي هو عايزها، سواء تماثيل، سواء اهرامات، سواء بتاع. وكان كل حاكم طبعا يعني اصلا بدات العمليه ده احنا درسناها في ابتدائي دي. يعني قصه الاهرامات ايه؟ ان الشخص اللي يعني مثلا في قريه لما واحد بيموت بيدفنوه في الارض، ويحطوا كده طوبه كده علامه عليه. لما يجي شخص بقى مهم يقول لك انا القبر بتاعي هيبقى، لا نعمل له حاجه هيئه فوقيه كده، نعمل له فوقيه تب حاجه كده. وبعدين فضلوا يتنافسوا، ده يعلي وده يعلي وده يعلي وده يعلي وده يعلي وده يعلي، ولحد ما بقت مصاطب، ويعمل لك مصطبه فوق مصطبه زي هرم زوسر المدرج. لحد ما وصلنا الى الشكل الهرمي. الشكل الهرمي ميزته ان لو انت عملت شكل عماره صندوق كده طالع لفوق، انت معرض للانهيار، لان بقى في رياح، وبعدين مفيش تحميل مظبوط، يعني انشائيا ممكن تقع. الشكل الهرمي ميزته ان انت بتخش بمركز كده عامل كده، بتخش كل ما بتطلع فوق بتخش بمركز الثقل في النص في النص في النص في النص في النص، مركز الثقل في النص. فيبقى الهرم ده شكل قوي جدا انشائيا، قوي جدا، بدليل اهو عايش عن بقى 5000 سنه. قوي جدا انشائيا لانه مركز ثقله في النص بالظبط، خلاص. فمتوازن، يجي له هواء من هنا، يجي له هواء من هنا، هو تقله بيوازن كل حاجه، بيوازن كل، حتى الزلازل بيوازنها. ما حصلت في مصر زلازل كتير جدا، الهرم تحمل كل الزلازل. الشكل الهرمي انشائيا طبعا، انا راجل مهندس انشائي، فبكلمكم عن علم في الحكايه دي، ان مركز الثقل بتاعي في الكور في النص بالظبط، في النص بالظبط، مفيش مسافه بينه وبين القاعده. في حاجه اسمها الاكسنتريستي، ان مركز الثقل في اي عماره في الدنيا هتلاقي مركز الثقل بتاعها مش منطبق تماما على المركز الهندسي للقاعده. يعني القاعده لو مربع، يبقى المركز الهندسي بتاعها فين؟ في نقطه تقاطع القطرين بتوع المربع. كويس، احاول ارسمها لكم. يعني ده اهو مربع مثلا، يعني مركز ثقله الهندسي فين؟ اما اوصل القطرين دول ببعض كده اهو، وصلت اهو كده فين؟ في الحته اللي في النص دي. لو انا جيت بنيت عماره بقى فوق المربع ده، خلاص، المبنى ليه مركز ثقل بتاع الوزن بتاعه، مركز ثقل بتاع الوزن بتاعه غالبا ما بينطبق، مفروض لو ينطبق على دي بالظبط عشان يبقى قوي جدا المبنى، يبقى مركز الثقل الهندسي منطبق مع مركز الثقل الايه الانشائي. ما بيحصلش ليه؟ لان انت لما تشوف انت مثلا في اي مبنى هتلاقي الاعمده كل عمود ليه ابعاد، ده عمود متر ونص في 40، ده عمود متر في 30، ده عمود 60 في 20 او في 25 او في 30. العمود ده معناه الوزن،
دول اللي شايلين، فكل واحد شايل على قد حجمه. لو العمود ده بيشيل كتير قمنا عاملين له عمود كبير عشان هيشيل كتير، وفي عمدان صغيره بتعملها صغيره. فمركز ثقل الوزن بتاع العماره كلها عمره ما هينطبق على مركز الثقل الهندسي، وبالتالي هيبقى فيه، هتلاقي مثلا ايه، مركز الثقل الهندسي فيه هنا مثلا، او هنا، او هنا، خلاص. ده معناه ان لو حصل اي رياح او زلازل او بتاع، الفرق بين مركز الثقل الهندسي ومركز الثقل الانشائي ده بيعمل انقلابيه في المبنى. المبنى عايز ينقلب لان بيعمل اجهادات. فهنا في حتت بتترفع، زي ما انت مثلا تدوس كده على طرف الترابيزه تبقى عايزه تتلوي كده منك. الشكل الوحيد اللي مركز الثقل بينطبق فيه على مركز المركز الهندسي للقاعده هو الهرم. هو الهرم. وبالتالي عمره ما يحصل فيه تلتنج او دوران او انحراف او يعني او تحار او انقلاب. عمره ما يحصل فيه انقلاب كده او كده او كده او كده، مش ممكن. بس ادي فكره انهم عملوه هرم. هي دي الفكره. وكمان انشائيا، يعني ليه هرم؟ انا شرحت لكم حاجه انشائيه دلوقتي، اللي هو عشان المبنى مهما يعلى ما يبقاش معرض للانقلابيه او بتاع من الهواء من الرياح، لان في الرياح دي مش زي ما انتم متخيلين. الرياح دي تاثيرها جامد جدا على المباني. يعني انت عندك انا كنت شغال في برج في المانيال، برج 44 دور زمان. انا كنت ما كنت طالب، ما كنت شغال في مكتب. اول ما اتخرجت اشتغلت في مكتب هندسي. كان في برج شغالين عملناه، مش انا اللي عملته، انا كنت يعني من ضمن المكتب، يعني كنت شغال في حاجات كده فيه. البرج دوت 44 دور في شارع الملك عبد العزيز ال سعود في المانيا. هو كان اسمه ساعتها زهراء الروضه، انا ما اعرفش دلوقتي اسمه ايه. كويس. جينا عايزين نحسب تاثير الرياح على المبنى من فوق كده. يعني المبنى بيعمل كده. انت يعني ما تشوفش الحكايه دي، لكن هو فعلا بيعمل كده. الهواء بيخلي الحته اللي بيخلي الجزء الاخير فيه يتحرك. حسبنا الحركه دي لانها بتوصل لمترين. تخيل انت ما تتخيلش دي. يعني فوق في الرياح الشديده المبنى بيعمل كده كده كده، زي النخله او زي الشجره، بيعمل كده بيعمل كده بيعمل كده حوالي مترين. بيوصل لمترين. تخيل يعني انت تبقى واقف هنا، تلاقي الحته اللي انت واقف فيها دي راحت كده في اخر الترابيزه مثلا مترين. وانت معاها طبعا. بس دي مش ممكن تحس بيها الا لو طلعت وقت الرياح الشديده. كويس. يبقى احنا دلوقتي طبعا دي بتتعالج انشائيا. يعني دي حاجه انشائيا، المهندسين بيوجدوا لها حلول بحيث ما تاثرش على المبنى. يعني ما تقلقش من الحكايه دي. ما تخافش، يعني محلول، يعني ليها حسابات انشائيه. اللي انا كنت عايز اقوله دلوقتي ان المبنى احنا ظبطناه خلاص، ان عدم انطباق السنتر اوف جرافيتي اللي هو مركز الجاذبيه للمبنى، المركز الانشائي للمبنى غير منطبق مع المركز الهندسي للقاعده. فاحنا بنعالجها دي انشائيا، بنعمل حاجه في النص كده في القلب اسمها الكور. الكور ده بيبقى زي عصب، زي العصب كده، زي حاجه كده عصب. ده بقى ده اللي بيحفظ المبنى. الكور ده بيبقى ممكن كذا، اكتر من كذا حاجه. غالبا بتبقى بير الاسانسير، بيبقى فيه كذا اسانسير طبعا. ابيار الاسانسير دي غالبا بتبقى هي الكور في اغلب الاحوال. لان انا اقدر اقفلها خالص من كل الجهات ما عدا جهه واحده اللي هي فتح باب الاسانسير. الثلاث جهات التانيين خلاص دي بتبقى هي ايه، العصب. ده اللي بيحفظ توازن المبنى من الرياح ومن الزلازل وحاجات زي كده. بيبقى اكتر من واحد، وفي العمدان الكبيره قوي. ولو ما كفتش بعمل حاجه بقى، حاجه اسمها الشير وول. مش عايز ادخلك في حاجات انشائيه، لكن انا قصدي اقول حكايه حركه المبنى دي بنعالجها. بتتعالج انشائيا، بدليل الابراج واقفه اهي ما فيش فيها اي مشكله. ابراج الخام برضه تبع المكتب بتاعنا. فاضل بقى حاجه اللي هي القواعد. اللي هي الايه، القواعد. انت عندك فكره ان القواعد المنفصله، يعني تحت كل عمود قاعده بس لوحده كده، دي لحد البيوت العمارات اللي هي 6 دور. من 6 ل 10 12 بنعمل حاجه اسمها اللبشه، اللي هي قاعده واحده بتشال عليها كل العمدان. القاعده دي بقى ليها تفاصيل وليها يعني شغل. المهم بتتحسب، يعني كل حاجه بالحسابات.
في حسابات ومعادلات انشائيه خلاص. طب اكتر من كده ما يكفيش بقى اللبش، ما يكفيش اللي هي الحصيره اللي بنعملها الخرسانه. بنعمل حاجه اسمها خوازيق. يعني اي مبنى 20 دور ده معمول على خوازيق. ليه؟ خوازيق دي اللي هي عمدان بس مقلوبه، بتخش جوه الارض بتخترق التربه لحد ما نوصل للايه، التربه الصالحه، التربه الصالحه. انت الارض فيها ميزه، انت كل ما تحفر بتوصل لتربه صلبه لحد ما توصل صخور يعني. يعني الارض دي كلها، القشره دي كلها صخور. الحته اللي على الوش دي اللي فيها تراب ورمل وكده دي حاجه خفيفه قوي، هبابه كده مترين 3 متر، بالكتير قوي 20 متر، بالكتير 20 متر. تحت ال 20 متر صخور. الصخور دي بقى بتشيل، انا بوصل الخوازيق بتاعتي تحت العمود، بوصل الحبل بتاعه للصخور، فدي الصخور دي تشيل بقى، تشيل وما تقولش لا. كويس. طب انت عندك الهرم ده 146 متر تقريبا، 146 متر دول على 3 تقريبا، قول يعني حوالي 50 دور. عماره 50 دور من غير ما تفكر كده لازم تعملها على خوازيق، وخوازيق كمان عميقه، مش اقل من 50 متر مثلا 40 متر، لان الحمل بتاعها تقيل، فلازم انزل طبقات تقيله قوي تحت. طب الهرم مش معمول على خوازيق ليه؟ ازاي؟ عشان الشكل الهرمي. الشكل الهرمي مش محتاج خوازيق، لانه مش كده. الهرم لو كان كده عدل كده ما ينفعش، كان هيقع، لان الارض هتتفتت تحتيه. الارض مش ممكن تستحمل اللود بتاعه ده، الحمل بتاعه ده. لكن لما اعمل كده، اخش كده جوه، بقلل الحمل، بقلل كل ما اطلع فوق اقلل، كل ما اطلع دور اقلل الوزن، كل ما اطلع دور اقلل، كل ما اطلع دور اقلل لحد اوصل للصفر. خلاص اخر دور في الهرم اللي هي الحته الصغيره دي اللي هي 4 متر في 4 متر دي، صفر تقريبا يعني. فيبقى هنا ايه؟ مش محتاج قواعد على خوازيق. وانا جيت مره عملت حسبه، جبت وزن الهرم. طبعا وزن الهرم سهل تعرف. الهرم مثلا عدد الحجاره بتاعته تقريبا 2.5 مليون حجر تقريبا. الحجر الواحد منهم تقريبا متوسط وزنه مش عارف 2 طن بتاع. انا جبت من مصادر يعني. حسبت وزن الهرم كله. خلاص. وزن الهرم بالكامل ممكن نحسبه. تقسم الوزن على مساحه الهرم، على القاعده اللي شايل الهرم تحت، الفرشه اللي تحت، تلاقي يطلع لك كيلو ونص على السنتيمتر المربع. كيلو ونص على السنتيمتر المربع ده هو ده اللي احنا بنستخدمه في مصر كلها، في البيوت اللي هي الست ادوار والحاجات دي. كيلو ونص. احيانا ممكن نوصل ل 2 و2.5 كيلو و3 كيلو. لا هم بقى ما اعرفش هل حد كان عندهم ظهر عندهم علم السويل ميكانكس ولا لا، انا ما اعرفش. بس ازاي وصلوها لكيلو ونص انا ما اعرفش. اشمعنى كيلو ونص؟ ده كيلو ونص ده اللي هي الشائعه عندنا، دي الحاجه اللي اي مهندس كده عارف. يا عم خد كيلو ونص على طول وريح نفسك. بتبني بيت، واحد بيقول لي ببني بيت في قريه مش عارف ايه، اعمل القواعد على كام؟ اقول له من غير ما افكر، اقول له على كيلو ونص، وانزل مترين، احفر مترين وعلى كيلو ونص واشتغل من غير ما اشوف، لان انا عارف، انا دارس. كيلو ونص، اصل كيلو ونص ده قليل قوي. تخيل الهرم ده كيلو ونص برضه معمول على كيلو ونص. كيلو ونص ولا محتاج خوازيق ولا محتاج خالص. فهو دي فكره ان اتعمل الهرم، الشكل الهرمي هو ده اساسه، هو ده فكرته كلها. فكرته انشائيه، الهدف من الشكل الهرمي هدف انشائي. وطب وصلوا له ازاي؟ بالتراي اند ايرور، يعني ان هم كانوا بيبنوا اهرام، حتى في هرم ناقص وقفوه، وفي هرم مكسور، انت في اهرام موجوده كانوا طالعين كده بزاويه منفرد، بزاويه كده، وبعدين لما لقوا الهرم هيقع قاموا ضيقوا الزاويه شويه، عملوا كده. في هرم كده، هرم معمول على درجتين، على زاويتين. وفي اهرام وقعت كتير، وفي يعني اهرام طبعا تم تفكيكها وخدوا منها الحجاره عملوا بيها قصور وبتاع، في قصور كتير جدا. فهم ما كانوا بيبنوا الاهرام الملوك دول، كانوا البنايين بيشتغلوا طريقه التراي اند ايرور. هم عندهم خبره طويله بقى موروثه من ابائهم واجدادهم واجداد، عارفين ان الهرم مش عارف ايه. فيجي واحد يقول لك لا احنا عايزين نعلي شويه، طب ما نقلل الزاويه، ندخل مش يقع، يعمل واحد مع الثاني يعمل، وهكذا. دي طريقه في الشغل اسمها تراي اند ايرور، التجربه والخطا، التعلم باستخدام التجربه والخطا. طيب نرجع بقى لموضوعنا عشان ما نطولش قوي برضو.
ان انا بقول بتكلمكم ان ما فيش حد جاب سيره خوفه مثلا، ليه؟ مش عارف ليه. يعني انا لو وزير الثقافه، لو انا وزير الثقافه، مش انا كنت لكم، مش كده كنت عملت لكم مقال لو انا وزير الثقافه؟ ده انا لازم ارجع هيئه السينما، لازم ارجع هيئه السينما. انتوا بتصرفوا كتير وقليل، الله يخرب بيوتكم. لازم ارجع هيئه السينما والمسرح. خلينا دلوقتي في السينما، اعمل هيئه للسينما وهيئه للمسرح عشان ما يخبطوش في بعض. هيئه السينما دي تبقى مسؤوله عن تاريخ مصر بس، افلام تاريخيه عن تاريخ مصر من ايام مينا موحد القطرين وانت نازل. افلام بقى كده، افلام تتعمل كده، مش افلام بقى للمنظره ولا مش عارف ايه، وهي مصر هي امي ومصر هي دمي والكلام الفارغ بتاعكم ده. لا، افلام علميه. ليه الهرم كذا؟ ليه كذا؟ ليه هرم سقار؟ ازاي احمس طرد الهكسوس؟ طب ما حدش يتكلم عن الحكايه دي ليه؟ احمس لما طرد الهكسوس من مصر، ليه ما اتعملش فيلم عن الحكايه دي؟ مع ان نجيب محفوظ عمل عنها فيلم اسمه كفاح طيبه. ليه ما اتعملش فيلم كفاح طيبه؟ كانت في فكره ان يعملوه وبعدين تراجعوا، ما اعرفش ليه. طيب نيجي نتكلم عن الخديوي اسماعيل. خديوي اسماعيل طبعا ينطبق عليه له ما له وعليه ما عليه. في مسلسل اتعمل اسمه بوابة الحلواني، هو جاب كده يعني مس كده شخصية الخديوي اسماعيل من بعيد، مش بشكل مهرج وكوميدي يعني، لكن ما ادناش اي عمق عن شخصية. هو طبعا هيتكلم بقى عن البنت اللي بتغني دي اسمها ايه، عبد الحمولي والمظ والكلام الفارغ ده. وما ما اتكلمش عن الخديوي اسماعيل، مش عن سياسات الخديوي اسماعيل، انجازات الخديوي اسماعيل، اخفاقات الخديوي اسماعيل. ليه؟ مش عارف ليه الخديوي اسماعيل مضطهد بالشكل ده. الخديوي اسماعيل المفترى عليه اعمال الخديوي اسماعيل في مصر باختصار. شوف بقى اعمال الخديوي اسماعيل باختصار، ده في حاجات تانية عملها. ده اكبر حاجه عملها ان كان في جنوب مصر دوله اسمها دوله الفونج. في ناس كده نوبيين اسمهم الفونج. دول كانوا مسيحيين ومتعصبين جدا وضد المسلمين، وكانوا دايما بيحاربوا الدوله المصريه. الخديوي اسماعيل قضى على دوله الفونج دي، لانها دوله افريقيه مش مصريين دول، قضى عليها تماما. وهو ده اللي هيج الغرب ضده وخلاهم يفكروا في استعمار مصر، لانه دوله الفونج دي كانت هتستولي. عارفه كانوا هيعملوا زي اللي هم السنترام افريكا دول ولا سنتريك افريكان دول، كانوا هيستولوا على جنوب مصر كله. ويقول لك انتوا جايين من اسيا، روحوا بقى اسيا، دي بلد افريقيه وده تاريخنا. يعني كانوا هياخدوا لحد هنا كده وانت نازل هنا واسوان والاقصر وكل الكلام ده كانوا هياخدوه. دوله الفونج دي كانت قضى عليهم الخديوي اسماعيل، بل انه ارسل الجيوش لاثيوبيا نفسها. اثيوبيا، حارب اثيوبيا. وكان من ضمن الناس اللي بيحاربوا هناك في اثيوبيا الخديوي احمد عرابي. بس انهزموا لان هم مش عارفين المنطقه ومش عارفين التضاريس ومش عارفين حاجه خالص. طيب الخديوي اسماعيل المفترى عليه اعمال الخديوي اسماعيل في مصر باختصار. استكمال، اول حاجه عملها استكمال حفر قناه السويس اللي ما كانش لسه، لما استلم الحكم كانت لسه القناه ما اتكملتش، هو كملها، كان ممكن يقف. استكمال حفر قناه السويس وافتتاحها للملاحه في احتفال عالمي في نوفمبر 1869. انا عارف ان في ناس كتير ممكن تقول لك قناه السويس دي غلط، هي غلط، انا بالنسبه لي غلط. قناه السويس انا بقول انها اللي اختار مكانها الاستعمار. قناه السويس مش المفروض تبقى ما بين بورسعيد والسويس، لا. قناه السويس المفروض كانت تبقى ما بين يعني انا هرسم لكم الرسمه. لو كنا خدنا سينا كده اهو، خلاص ادي كده اهو، وبعدين ادي خليج السويس، وادي خليج العقبه، وادي البحر الاحمر، خلاص. هنا اهو دي سيناء. لو جيت حضرتك شفت كده المنظر ده، ادي خليج السويس وادي خليج العقبه. لما اجي اعمل قناه اعملها فين؟ حدود مصر فين؟ هنا اعملها هنا ما بين ايلات، اللي اسمها ايلات اللي هي كان اسمها ام رشراش ورفح. مش هعملها من بورسعيد للسويس. وبالتالي في اختيار المكان ده كان خطأ، لان لو كنا عملناها من طرف خليج العقبه الى رفح ما كانتش قامت دوله اسرائيل، لان كان هيبقى تخيل مدن القناه دي كلها كانت هتبقى هناك
بينها وبين القدس ترمي طوبه كده تكون في القدس، خلاص، تبقى اكنك في فلسطين. فمش ممكن كانت هتقوم، كانت هتبقى اتكسر. ثانيا كانت سينا دي كلها كانت هتبقى امتداد لمصر. كان ممكن سينا دلوقتي دي فيها 10 مليون 20 مليون مصري. انما احنا لما عملناها من السويس لبورسعيد فصلنا سينا وكاننا بنقول لهم خدوا سينا. دلوقتي سينا بقت محل اطماع، محل اطماع من امريكا. ترامب نفسه اتكلم وعايز يوطن فيها الفلسطينيين وعايز ياخدها. ومحل اطماع من اسرائيل، ومحل اطماع من السعوديه. من السعوديه، ايوه من السعوديه. ان بتقول لك السعوديه بتقول لك ايه بشكل غير مباشر عن طريق الناس بتوعها اللي في سينا، القبائل بتقول لك القبائل اللي في سينا دول قبائل سعوديه. كل القبائل اللي في سينا دي قبائل سعوديه. وبالتالي سينا دي امتداد. وانا شفت مره محمد بن سلمان وهو بيقدم لمشروع نيوم، عمل شوف يعني هو فين؟ السعوديه فين؟ السعوديه هنا. عمل نيوم دي دخل فيها جزء من سينا. السعوديه، لا السعوديه هنا عفوا، يعني هنا دخل فيها جزء من سينا كده، عمل علامه كده دخل فيها جزء من سينا، حتى استغربت ما حدش رد عليه. هو في دماغهم ليه بقى عايز يوصل لسينا؟ ايوه، لو عايز يوصل للبحر المتوسط. يبقى السعوديه دوله مشاطئه في البحر المتوسط، دوله ليها منفذ على البحر المتوسط. واصرارهم على تيران وصنافير ده خطوه في هذا الاتجاه. ليه هم هيموتوا على تيران وصنافير؟ لان دي خطوه في هذا الاتجاه. هم عايزين يقربوا من البحر المتوسط، يبقى ليهم مكان في البحر المتوسط. لما يبقى ليهم مكان في البحر المتوسط هيبقى ليهم حضور استراتيجي كبير جدا في العالم. دولة متوسطية، ويقدر يصدر البترول كله من سينا. يعمل ميناء العريش ده ويعمله كل خطوط الانابيب تعدي وتروح على هناك، ويصدر كل البترول بتاعه على البحر المتوسط على اوروبا خطوتين. هو عايز يوصل لايه؟ للمياه البارده، زي ما روسيا عايزه توصل للمياه الدافئه في البحر المتوسط. يعني البحر المتوسط ده كنز استراتيجي احنا مش عارفين نستثمره. انك تكون ليك رجل في البحر المتوسط دي، شوف احنا لينا شاطئ قد ايه مش عارفين نستثمره. ان في ناس هتموت ويبقى ليها مكان في البحر المتوسط، منها روسيا، منها السعوديه، نفسهم يبقى ليهم مكان في البحر المتوسط، مكان على البحر المتوسط. فهو خطوه خطوه خد تيران وصنافير، وبعد كده يقول لك طب اعمل كوبري لحد شرم الشيخ، طب اخد جزء من شرم الشيخ دي اجرها منكم. حط رجله في سينا، بعد ما يحط رجله في سينا يقول لك طب انا هيبقى ليا منفذ على البحر المتوسط. ممكن امريكا تساعده، يعني هو بيسيبها للعوامل التاريخيه. انت ممكن تجي لك ضعف تاني زي ما جالنا الضعف في 25 يناير وخدوا تيران الصنافير، ممكن يجي لنا ضعف تاني ويقول لك طب اديني جزء من سينا وانا اديك فلوس او اشيل عنك الديون مثلا. هم ليه كده مغرقنا في الديون؟ عشان انت لما هتغرق في الديون يقدر يساومك على الديون دي. فالسعوديه عايزه تاخد سينا، كل ده ليه؟ وروسيا عايز تاخد سينا، وامريكا عايز تاخد سينا، واسرائيل عايز تاخد سينا. ليه؟ لانها فاضيه، كل اللي فيها نص مليون. ليه ما فيش في سينا 20 مليون مصري؟ قول لي ليه؟ يعني عمالين يروحوا راس الحكمه وسيدي الشاطئ الشرير والشاطئ الطيب ومش عارف الساحل الشرير وكل اللي بيتعمل دوت. طب ليه ما حدش بيعمل المشاريع دي في سينا؟ ليه ما فيش 10 مليون مصري في سينا؟ انا كنت اقترحت مشروع ان العيال المسرحين من الخدمه من الامن المركزي اللي هم اغلبهم فلاحين، تعالى يا ابني، تعالى في سينا هنعمل قرى في سينا. هنديك في سينا نكون قرى، كل قريه مثلا 1000 فدان، وهنعملها بقى بتكنولوجيا وطاقه شمسيه وتحليه ميه بحر. يعني اللعب الكبير بقى كله. دلوقتي الصين انتجت اجهزه بتعمل كل الكلام ده، بتعمل لك الواح شمسيه بتمتص الحراره من النجوم، مش من الشمس. والكهرباء اللي بتنتج دي ممكن تحلي بيها ميه البحر، وممكن تحفر بيها ابار عميقه تطلع بيها ميه من البتاع. اسرائيل كان عندها مستعمره اسمها مستعمره يميت في سينا. دي كانت مدينه يميت، مدينه فيها الوف، كان فيها 50,000. كانوا بيزرعوها ازاي؟ نفسي افهم بيزرعوها ازاي؟ بالحفر ابار الاعماق. احفر ابار هتطلع ميه، ازرع. وبعدين سينا فيها امطار وسيول طول السنه. في الشتاء انا اخزن الميه دي الجوفيه واعمل ابار واعمل تحليه ميه بحر بالطاقه الشمسيه. خلاص، مش عايز ميه من النيل من الوادي، خلاص. واعمل قرى شغاله كلها بالطاقه الشمسيه، كل قريه 1000 فدان،
وادي لكل واد من العيال دي اديله 30 فدان، اقول له هات مراتك وتعالى وابني له بيت من الدبش وعليه من فوق طاقه شمسيه، واعمل له فيناء كده فيه معيز ومش عارف ايه وبتاع وبنك، واعمل اداره للقريه دي، مثلا ضابط من الصعقه او من البتاع متقاعد يبقى هو مدير القريه دي خلاص، وهم طبعا جنود سابقين يعني عندهم الضبط والربط عندهم الكلام ده كله. واعمل 1000 قريه من دي، يبقى خطتي اعمل 1000 قريه، اعمل 1000 قريه، ابدا ب 50 قريه وبعدين ازود 50 في 50 في 50 في 50 في 50 لحد ما اوصل في سينا 10 مليون واحد من اللي هم اصلا بتوع. يبقى انا خففت عن الريف المصري، لان العيال دي كلها كانت هترجع البلد عايز يتجوز، يقول لك يبني لي يابا بيت في الغيط عشان عايز يتجوز. لا احنا هناخده منك يا حبيبي ونديله ارض، هنديله 30 فدان ما يحلمش بيهم، 50 فدان اغريه. ايه يعني؟ من الارض واسعه صحراء، ايه يعني؟ بس مش بقى ياخدها سقعها، لا دي شركه هو ليه بياخد، يعني الألف فدان بينزرعوا حته واحده كشركه، والارباح بتخصم منها المصاريف، والارباح بتتوزع عليهم، واساعده واديله بقره واديله خرفان ومعيز وحاجات زي كده، واعمل له طاقه شمسيه. الطاقه الشمسيه بتطلع تحتها الحشائش والبتاع، اخلي المعيز والخرفان تاكل الحشيش اللي يطلع تحت الواح الطاقه الشمسيه، زي ما في الصين بتعمل. الصين لما عملوا الواح شمسيه في الصحراء فوجئوا ان الارض الصحراويه بقت تنبت حشيش، والحشيش طول قوي. قال لك طب هنعمل ايه في الحشيش ده؟ ليه؟ لان الشمس لما اتمنعت، الرطوبه الفجر اللي بتيجي في الصحراء، في رطوبه جامده بتيجي في الصحراء اللي هو الندى اللي عايش عليه الكائنات، لما انت الندى ده كان بيتبخر، لما بقاش يتبخر بقى ينبت، الهواء جاي معاه بذور النباتات فبقى ينبت. فجابوا الصينيين ربوا تحتيه ايه؟ خرفان، لان لو ربى تحتيه بقر كان هيكسروا الانباتات بتاعت الالواح الشمسيه، لكن لما ربي خرفان، ربي معيز يا عم، ده لا البان الماعز دي من اغلى انواع الالبان في العالم. اربي انا معيز، اجي استورد معيز، سلالات من المعيز السويسريه ولا الراقيه جدا، واربيها واودي لكل واد من دول قطيع 10 مثلا، 5 نتي و5 ذكوره 10 خلاص، ويربيهم على الحشيش دوت خلاص، واشتري منه لبن، هو اللبن هيشربه هو وعياله، لبن المعيز ده او لبن، وبعدين هياكل لانها بتخلف كل سنه، يذبح وياكل ويتبسط، واللبن الباقي يعملوا جبنه، اعلمه يعملها ازاي، وانا الم منه الجبنه دي وابيعها. الجبنه معموله من البان الماعز دي اصح جبنه في العالم. اقدر اعمل الكلام ده كله، اقدر اعمل كل الكلام ده، ليه سينا فاضيه؟ هو ده السؤال، اذا كان اسرائيل بتملى الصحراء مستوطنات. طيب احنا دلوقتي نرجع بس عشان ما نتوهش للخديوي اسماعيل. استكمال حفر، زي ما قلت لك المكان كان غلط، بس هو لقاها اتعملت كده فكمل. استكمال حفر قناه السويس وافتتاحها للملاحه في احتفال عالمي في 1869. 2 في الري حفر 112 ترعه يبلغ طولها 13000 كيلو، تخيل، واعظمها ترعه الابراهيميه اللي بتودي الميه الاسكندريه، وترعه الاسماعيليه والتي يبلغ طولها 268 كيلو ومتوسط عرضها 114 متر، وتروي ما يقرب من 850 الف فدان، تخيل. يعني الراجل اللي عمل ترعه الابراهيميه بتروي 850 الف فدان في محافظه البحيره والمناطق دي كلها. المناطق دي كلها كانت ما بتزرعش حاجه، دلوقتي بقت كلها مناطق زراعيه بسبب ترعه الابراهيميه اللي عملها خليل اسماعيل. وتخترق 3 محافظات هي ترعه الابراهيميه. لا ده انا بتكلم، انا اتلخبطت بين المحموديه والابراهيميه. الابراهيميه دي في الجنوب، المحموديه هي بتاعت اسكندريه. الابراهيميه دي في الجنوب 268 متر ومتوسط عرضها 114 متر، وتروي ما يقرب من 850 الف فدان، وتخترق 3 محافظات هي اسيوط والمنيا وبني سويف. والاخرى هي ترعه الاسماعيليه. ترعه الاسماعيليه دي اللي ماشيه من قدام عندك في شبرا هنا بتوديك لحد الاسماعيليه، كل الخط ده جاي من ترعه الاسماعيليه اللي هو بناها خديوي اسماعيل. الاسماعيليه على اسمه، ويبلغ طولها 129 كيلو، وتروي القليويه والشرقيه ومنطقه قناه السويس وبورسعيد. 3 إقامة 430 قنطرة وجسر تسهيلا للمواصلات وضمانا لحسن توزيع المياه، وأنشأ قناة التقسيم على الترعة الإبراهيمية وهي عبارة عن عدة قناطر متصلة ببعضها. 4 أنشأ كوبري قصر النيل، كوبري قصر النيل الرائع دوت خلاص، وكوبري البحر الأعمى لربط القاهرة بالجيزة. 5 إصلاح القناطر الخيرية اللي كان عاملها محمد علي، عمل القناطر الخيرية محمد علي عشان يزرع القطن، يخزن مية عشان يقدر يزرع قطن أكتر اللي كان عايز فلوس. 6 توسيع ميناء السويس وميناء الاسكندريه واقامه المنارات لارشاد السفن. تمهيد الطرق الزراعيه بما يزيد على 10000 كيلو واشهرها طريق الاهرام، شوف عمل طرق زراعيه 10000 كيلو.
في الخطوط الحديديه كانت جمله اطوالها 490 كيلو، تخيل، وصلت في ايامه الى، هي كانت اما مسك كانت 490 كيلو طرق سكه حديد، وصلت في ايامه الى 1881، يعني زادت اربع اضعاف. وانشا سكه خط حديدي من مصر الى وادي حلفه، وادي حلفه ومصوع. تسعة، إقامة شبكة من الخطوط التلغرافية طولها 5582 كيلو، وعدد 151 مكتب تلغراف، منها 86 بالوجه البحري و44 بالوجه الإبلي و12 في السودان. الحاجات دي ما كانتش موجودة في مصر، متخيلين إن هي كانت موجودة؟ لا، إحنا كنا في بلد فلاحين مش لاقيين ناكل. خلاص، و12 في السودان. وأنشأ خط تلغرافي عبر سيناء إلى سوريا فالأناضول فالأستانة، وخط آخر من الإسكندرية إلى مالطا. تخيل، أنشأ خط تلغراف من مصر لتركيا بيمر عبر فلسطين وسوريا ولحد تركيا. خلاص. وانشا خط اخر يربط من الاسكندريه الى مالطا في البحر، فصقليه في اوروبا، واخر من الاسكندريه الى السويس، وعدد اللي في اليمن فالهند، ومنها ما يتصل بخط الشرق الاقصى الى استراليا. 10. عام 1865 انشا مصلحه البريد المصريه، وبلغت مكاتبها 210 مكتب. 11. القاهره، انشا شوارع الفجاله وكلود بيه ومحمد علي وعابدين وعبد العزيز وابراهيم اللي هو الجمهوريه حاليا، واحياء التوفيقيه والاسماعيليه وسط البلد وميدان الاسماعيليه وميدان التحرير، هو اللي عمل ميدان التحرير، وحي عابدين وميدان باب الحديد والعتبه والاوبرا، كل ده هو اللي عمله خديوي اسماعيل. تخيل الحاجات دي مش موجوده. خديوي اسماعيل اللي عمل الحاجات دي. انشا حدائق الازبكيه والاورمان والحيوان والاسماك. تخيل اللي احنا مش عارفين نزود عليهم حديقه واحده، الاورمان والاسماك. خلاص. وحديقه الحيوان مش عارفين نعمل حديقه رابعه. انا رب. الازبكيه طبعا طيرناها. الازبكيه دي انا كنت بشوف وانا صغير لما كنا ساكنين هناك، كنت بشوف السياح يجوا يصوروا الشجر اللي فيها، شجر نادر. الازبكيه دي كانت تحفه للناظرين. انا ما اعرفش ليه ما بنرجعش الازبكيه دي تاني، نفسي افهم. طيب. 14. عمل مسجدي عابدين وتجديد الحسين. 15. دار الاوبرا وميدانها وتماثيل ابراهيم باشا ومحمد علي في المنشيه بالاسكندريه. في الاسكندريه عمل شوارع ابراهيم باشا والجمرك والمحموديه وميدان محمد علي بالمنشيه وحي الرمل وقصر النزهه والمجلس البلدي ودار الحقانيه ومسرح محمد علي اللي هو سيد درويش. 17. المتحف المصري ببولاق ودار الاثار العربيه ودار الرصد ومصلحه الاحصاء ومصلحه المساحه والجمعيه الجغرافيه ومجلس الشورى. 18. المستشفى الاميري والاوروبي بالقاهره والاميري والاوروبي واليوناني بالاسكندريه، ومستشفى في كل من رشيد وبورسعيد والاسماعيليه والسويس والقصير وسواكن ومصوع بالسودان، ودمنهور وطنطا والمحله وشبين الكوم والزقازيق والمنصوره وبنها والجيزه والقناطر الخيريه وبني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا واسنا ودنجله وكسلا وكردفان وسنار بالخرطوم. كل الحضاره اللي في السودان دي اللي عملها خليل اسماعيل. 19. ادخل المياه العذبه الى المنازل. دخل المياه للمنازل لاول مره في تاريخ مصر، ان تلاقي حنفيه في بيتك بتديك ميه حلوه. ده اللي دخلها مين؟ الخديوي اسماعيل. خلاص. مش في كل مصر طبعا، بس خلاص بدا بقى، يعني بدانا بالاحياء وبعدين بحي ورا حي ورا حي زي الغاز كده. خلاص. ادخل المياه العذبه الى المنازل، وادخل الاناره بغاز الاستصباح في حي وسط البلد والصرف الصحي. تعميم الكنس والرش في شوارع القاهره وانار شوارعها. حمامات حلوان الكبريتيه، وشيد حلوان قصر الوالده باشا على النيل، موجود هنا جنب حلوان، في حزبه اسمها حزبه الوالده باشا على النيل. ومهد طريق على النيل من القاهره الى حلوان، وانشا لها خط حديدي اللي هو يصلها بالقاهره. تخيل، وصل حلوان بالقاهره بخط حديدي اللي هو بعد كده بقى مترو حلوان. 22. المحاكم المختلطه ومجلس الاحكام ودار القضاء العالي. دار القضاء العالي اللي لسه بنجيبه في الصور، يعني ده بقى هو ده اللي عمله خديوي اسماعيل. ودار الكتب والمتحف الاسلامي. اول دستور مصري واول حياه نيابيه. وصلت حدود مصر في ايام اسماعيل الى اوغندا ومنابع النيل وسوريا كلها والشام. تخيل، شوف مصر كانت ايام الخديوي اسماعيل كانت عظيمه ازاي. ليه ما تعملش فيلم او مسلسل عن الراجل ده وانجازاته؟ ليه عيوب اللي هو الديون، بس الديون دي هو اتضحك عليه فيها. الرئيس الوزراء بتاعه اللي هو المفتش اسماعيل قال له ان القطن ارتفعت اسعاره وهترتفع تاني لان كان في ثوره امريكيه، فقال له احنا نستلف ما يهمكش، القطن بيزيد واحنا نبني مصر، ومن العوائد القطن نقدر ندفع الديون دي كلها. لكن طبعا اللي حصل ان الثوره الامريكيه انتهت بسرعه والقطن رجع تاني رطرط ورخصت اسعاره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.